دلوقتي الفجر، دلوقتي صلاة الفجر. بصوا بقى، ده منظر المطبخ بعد ما حطيته فوق بعضه. بس لسه ما مركبناش الضلف. الكاميرا والله ظلماه. طبعا انا عملت دهنت المطبخ، بس ما دهنتوش من جوه، بدليل ان بصوا الخشب زي ما هو من جوه. طبعا ده كله بحط فيه مشمع، بحط مشمع وبدبسه بالدباسه عشان ما يتحركش. الرخامه لونها ابيض، انا مش عارفه هي جايه لونها غامق كده ليه، واللون برضو مش كده. يعني انا هنا دهنه كان في شويه بويه فاضوا، دهنت ابيض هنا، ده ابيض، واللي فوق ده اوف وايت، معرفش حتى شايفين يعني في فرق اهو، في فرق في درجه اللون. بس بصوا بقى من بعيد تحس ان اللون مش اللي هو، بس ده ابيض ابيض يعني. هي الاضاءة عشان اللمبة عايزة تترمي. عامة هنخلص ان شاء الله ونكمل بقية المطبخ وتشوفوه. ما تتوقعيش مني اكتر من كده حبيبتي، كل سنة هو المطبخ وبس. المطبخ المطبخ بندهنه، هو بندهنه ونغير لونه وخلاص على كده. انما تتوقعي ان انا اجيب زيه؟ قلت لكم لما ميسرة ترضى عني، ميسرة ترضى نجيب لكم واحد جديد. هنا بقى يا بنتة، كان طبعا الصبح لسه كانت حوالي الساعة 7، بدأت أفطر الأستاذ رعد. أنا بفطره قبل ما أفطر عشان يسكت كده ويهدى ويقعد على جنب، لأن هو بعد ما بياكل بيخش ينام، يا إما بيقعد برضه مكسل كده. تمام، فبنجيب له. انا حد هيقول لي انت بتاكليه لانشون؟ هو بياكل لانشون، هعمل له ايه؟ طيب هو بيحب اللانشون، ما ياكلش الدراي فود والحاجات دي، انا بصراحه ما بنجيبهالوش. بياكل لانشون، ياكل جبنه مثلثات، ياكل جبنه بيضه تكون ملحها خفيف، بياكل حاجات كتير، فراخ لحمه، اي لحوم، طيور، بس تكون محمرة، ما تكونش مسلوقة. ما بياكلش المسلوق، هو راجل مزاجنجي كده في الاكل، وبيحب الحاجات اللي تكون معمولة بمزاج. عايزة اقول لكم برضو ان هو في انواع خضار بياكلها، يعني بياكل البسلة. والله بياكل البسلة. بياكل البطاطس المهروسة اللي هي المسلوقة يعني. بياكل حاجات كتير، وبطاطس المطبوخة برضو، بس يعني بنبقى منقين شايلينها من الخضار، من التقلية والحاجات دي. بنشيل الطماطم منها او التقلية بتاعتها، وبنعملها له، نحطها له في طبق وبياكلها. ولازم تكون في طبق او في سيرفيس. عارفين بقى لو حاجة وقعت في الارض، يعني لو حتة لانشون دلوقتي وقعت مني في الارض، هو مش بيرضى ياكلها ابدا، والله بجد. ودي بتستفزني بطريقة مستفزة، يعني انا بحس اقول طب ده حيوان، يعني المفروض يعني، طب انت لو حكم عليك الزمن واترميت في الشارع هتعمل ايه؟ ما القطط بتاكل من الزبالة. ما ياكلش من الارض، يعني اي حاجة تنزل في الارض مش ممكن، استحالة ياكلها، لازم تكون في طبق ونضيف. ولو المية بتاعته متعكرة ما يشربهاش، بجد والله العظيم. يقعد ينده عليك بقى، او هو قاعد قدام المية كده، وهو باصص في المية، وقال يعني في دبانة وقعت او في حاجة وقعت فيها، تعالوا غيروها. اقعد عندك، عاوز إيه انت؟ لا، مش انت فطرت؟ انا مش فطرتك الصبح؟ يعني من شويه، من حوالي ساعه كده فطرتك، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ رد عليا. امال ايه اللي بتعمله ده؟ ايه المرقعه دي وقله الادب دي؟ على فكره يا ولاد، انا الكاميرا عندي بتغمق الصوره جامد جدا. يعني رعد مش في الحقيقه مش في اللون ده، هو بلونه ابيض ابيض يعني فاتح يعني. هو طبعا اي نعم، هو معفن اليومين دول وعايز يستحمى، بس احنا مش راضيين نحميه عشان البرد. بس هو انتوا عارفين ان القطط بتنظف نفسها، يعني بتحمي نفسها. بس
اللون بصراحة مش هو ده، مش اللي انتوا شايفينه ده خالص. دي اللون يا ولاد. هو كمان بيقول لكم ايوه انا نضيف وزي الفل. صح يا رع؟ صح. طب ايه رأيك نجيب لك قطة؟ عايز قطة شكلها ايه؟ شكلها ايه؟ لونها اصفر؟ عايز قطة مشمشي؟ عايز قطة مشمشي ولا بيضة؟ ما انت ما تدينيش المطلق الحرية في الاختيار، عشان بعد كده ما تقوليش انت اللي جبتها لي. انا هروح اجيب لك قطة، بس انت تكون محدد لي اللون. عايزها منقرشة ولا سادة؟ ايوه تكون سادة يعني، ما فيهاش اي خطوط. خطين ثلاثة بس. هحاول ادور لك على واحد. ايوه انا فاهمة. كل ده وايه كمان؟ ها، ايه كمان يا رعد؟ لا بنت الناس مش هتلاقي اليومين دول. لا، في القطط بتاعت الشوارع. اجيب لك واحده؟ ما احنا مش هنعرف ابوها وامها مين. امم خلاص. خلاص على خيرة الله، هروح اجيب لك اي قطه كده وخلاص. ولا تستنى لما نروح نجيب تنقيها معانا؟ سيب لي مطلق الحريه. طب انت لما تتجوز يا رعد ناوي تقعد معانا ولا هتمشي وتسيبنا؟ بتفكر لسه؟ حتى انت يا رعد؟ لا، ما هي مش هتعترض. هي ممكن هي عايزه اي مكان يقويها وخلاص. لا، الكلمه كلمتك، ما انا عارفه. انا فاهمه والله ان انت يعني سيد الرجاله. ايوه يا عم اسد. خلاص انا النهارده اتكل على الله واروح اجيب لك قطه. لما يجي احمد نروح انا وهو. لا، ما انت ما ينفعش تيجي معانا، ما ينفعش. ما ينفعش عشان انا عايزه اعملها لك مفاجاه. بس خلاص كده استقريت ان هي من غير خطوط، ما فيهاش غير خطين بس. تمام. تمام، انا خلاص عرفت طلبك. خلاص. حتى لو انا لقيت قطه، ايه رايك لو لقيت لك قطه ساده هجيب لك الوان كده وانا اقرشها لك. موافق؟ لا، ما هي مش هتستحمى على طول يا رعد. هي معفنه اصلا، بتستحمى في كل 20 سنه مره. فكر في الموضوع. ولو اني يا رعد عايزه اجيب لك قطه بنت ناس كده تكون متربيه، عشان البيت ده طاهر ولازم اللي يدخله يكون طاهر. وي. طب انا اسيب اللي ورايا واقعد العب معاك يعني؟ يلا 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 يلا. يا سلام. يا سلام. يا سلام على المياسه. يا سلام على المياسه.
وادي يا بنتي انتي وهي المطبخ بعد ما ركب. ايه رأيكم؟ اللون حلو؟ ماشي حلو. انا والله ما كنتش عامله اللون ده، انا مش عارفه هو ضرب مني راح في حته تاني خالص. بس حلو حلو، تغيير حلو برضه. وهنا بقى شوفوا الافتراء، شوفوا الافتراء والجبروت. ده مش جوع، لا والله. ده بصوا، ده بياكل اكل حسد. يعني ايه؟ هو شبعان بس عشان عارف ان الاكل ده هيطلع للطيور لازم يجربه الاول. يعني هو حالف بينه وبين نفسه وعقد النية ان مش ممكن حد ياكل في البيت غير لما ادوق الاكل بتاعه. والله. واحمد عمال يقول له وسخت نفسك، اتمليت رده، مفيش فايده. ويعشق العيش والعيش المبلول بتاع البط. يعني انا مش فاهمه، يعني هو كان شكله كده كان ناوي يطلع بطه بس غير رايه. بصوا، بصوا شايفين؟ يحط مناخيره في كل حاجه، برسيم، عيش مبلول. شويه هنزغطك يا رعد. خلاص يا ناس، خلاصي. يا عم اعتق اكل الطيور يا عم الحاج. يا عم الحاج انت لسه واكل يا عم الحاج. اخ، مفيش فايدة فيه. وعلى فكرة مش بياكل كتير يعني من الحاجات دي.